بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواني وأخواتي الكرام في حلقة جديدة من برنامج مخالفات سنية، ردا على قناة فصال وصفا وبرنامجها مخالفات شيعية. في هذه الحلقة أحبة الكرام سوف يكون موضوعنا عن الفرق بين صلاة أبي حنيفة، الصلاة التي يجوزها أبي حنيفة والتي يجوزها الشافعي، كما يذكر ذلك أحد المصادر السنية، ألا وهو كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان المتوفى 681 للهجرة، وهو مؤرخ وعالم مشهور من علماء أهل السنة، في الجزء الخامس صفحة 181. في هذا الكتاب أحبة الكرام ينقل لنا عن حادثة حدثت عند أحد الملوك الذين كانوا على مذهب أبي حنيفة، وكان يشك وغير مقتنع بمذهب أبي حنيفة، فأراد أن يصل إلى اليقين والحق، فجمع الفقهاء الأحناف والشافعية وأمرهم أن يرجحوا أحد المذهبين على الآخر. لنرى أحبة الكرام ماذا يقول ابن خلكان في هذا الموضوع. يقول: وذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني المقدم ذكره في كتابه الذي سماه مغيث الخلق في اختيار الأحق أن السلطان محمودا المذكور كان على مذهب أبي حنيفة، وكان مولعا بعلم الحديث، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه، وهو يسمع وكان يستفسر الأحاديث، فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي، فوقع في خلده، فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو، والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر، فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي وعلى مذهب أبي حنيفة، لينظر فيه السلطان ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما. فصلى القفال المروزي، وقد تقدم ذكره بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والستر واستقبال القبلة، وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام، وقال: هذه صلاة لا يجوز الإمام الشافعي دونها. ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة، فلبس جلد كلب مدبوغا ولطخ ربعه بالنجاسة، وتوضأ بنبيذ التمر، وكان في صميم الصيف في المفازة، واجتمع عليه الذباب والبعوض، وكان وضوءه منعكسا، ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء، وكبر بالفارسية، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع وتشهد. ثم يقول ابن خلكان: لن أقرأ هذا المقطع أحبة الكرام، ولكن أنتم تشاهدوه. وتشهد وأحدث في صلاته معناه هذا الكلام من غير نية السلام، وقال: أيها السلطان، هذه صلاة أبي حنيفة. فقال السلطان: لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين. فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال المروزي بإحضار كتب أبي حنيفة، وأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين جميعا، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعي. يقول ابن خلكان: انتهى كلام إمام الحرمين. هذا ما ذكره العالم السني ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان الجزء الخامس صفحة 181. أحبة الكرام، هذا الكلام الذي نقلناه وقرأتموه وشاهدتموه ذكره أحد مشايخ علماء أهل السنة
على أحد الفضائيات، فلنستمع ونشاهد ماذا قال. يعني أنا أذكر مرة ذكروا في ترجمة بعض الفقهاء الشافعية إن هو حب يبغض المذهب الشافعي لبعض الملوك، فهو بيقول له يعني آخذ بمذهب من؟ ملك من الملوك، يقول ابن سبكتكين أو حد غير، أو حد أظن هو يعني. سأل بعض الفقهاء الشافعية أيهما أصوب، مذهب مالك أم أبي حنيفة؟ قال له مش هرد عليه، أنا سأصلي أمامك صلاة على مذهب الشافعي وصلاة على مذهب أبي حنيفة، وين تختار؟ عمل إيه؟ طبعا أبو حنيفة له أقوال رضي الله عنه، له بعض الآراء كان يقول بها لأنه لم يبلغه فيها حديث، فكان بيجتهد ويتوسع في النظر أحيانا رضي الله عنه ورحمه. وخلفه في هذا أصحابه، أقرب الناس إلى أبو محمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي، خلفوه في تلتين المذهب تقريبا، ومع هذا ظلوا على اسم المذهب احتراما للإمام وتبعية له حبا يعني. لكن هم كانوا يقدروا يعملوا مذهب لوحدهم، أو كان ينفع كل واحد منهم يعمل له مذهب مستقل، كانوا يقدرون على هذا وهم أهل ذلك رحمة الله عليهم، ولكنه الأدب رضي الله عنهم جميعا. خلاص، فالراجل قال له الآن سأصلك على مذهب أبو حنيفة، وراح جايب خمرة، قال حتى إزازة خمرة، راح متوضي بالخمر. حلو، جاء جلدي خنزير وكل عملهم مصلية، وراح واقف من غير ما يكبر تكبيرة الإحرام، ولم يقرأ، وراح قاري الفاتحة بالعبري باللاتيني، خد بالك، واخذ يضرط في صلاته، وقعد يعمل ريح كمان، واخذ ينخر نخرا سريعا دب دب دب، وقام ولم يسلم. قال له هذه صلاة أبي حنيفة. تشوف بقى الشافعي اللي ورينا، فجاء بماء مطلق وأحسن الوضوء وأسبغ الوضوء على المكان، واخذ بقى كده ايه، وكان الدنيا برد بقى، وقعد يعمل كويس وظبط، وجاء بالسنن والهيئات وكل حاجه، وجاء بثياب نظيف، على مذهب ابو حنيفه ادى ظهره للقبله كمان، صلى ظهر عكس القبله يعني، وقصد القبله وكبر وقرأ الفاتحه وجهر بالبسمله وقرأ، واخذ يطيل الركوع والسجود، صلى صلاه كده ايه 100 فل و14 صلاة صح يعني. قال له ايه رأيك؟ قال طبعا على مذهب الشافعية أكون ايه دو. فالراجل مال إلى مذهب الشافعية بسبب هذه الايه الحركة. طبعا الشيخ اللي عمل الحركة دي إن صح هذا الكلام يعني وقد ذكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رأيتم أحبتي الكرام هذا الشيخ على هذه الفضائية كيف ينقل صلاة أبي حنيفة والبدع التي ذكرها فيها من مخالفات لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كانت صلاة الشافعي تخالف صلاة أبي حنيفة بالتمام والكمال. فالحمد لله الذي هدانا لمذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلى هنا أحبتي الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، في أمل اللقاء معكم في حلقة جديدة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.